السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ ايه الجمال ده؟ جئت لأحصل على الفرش المجاني. الفرش المجاني موجود بس افهم الاول. ستغيرون الكلام. لا مش هغير حاجه. ستغيرون الكلام الآن. حبيبي يا عمري ابدا. أين الفرش المجاني صديقي؟ طب نفهم. حسن. صلى على النبي. عليه أفضل الصلاة هتاخد والسلام. الفرش المجاني بس لازم تسمع شويه حاجات. احنا كنا عاملين عرض ساعه الافتتاح، اي قطعه على خصم 50%. مش كل حاجه فاتتك الخير لسه موجود. ماذا؟ قلنا احنا السحب مكمل معانا. سحب ماذا؟ لا مفيش عون، اني اتنفس تحت الماء. اي قطعه من غيث هتدخل سحب معانا على العفش كامل. حسنا أنت من قلت هذا، أنت من قلت لا تغير كلامك. حسنا اشتريت هذه القطعة. اشتريت هذه القطعة. أنت قلت. أنت قلت. يا عم الله يهديك استنى، ده فهمته ثانيه، جزء من القطعه دي قطعه. كل هذه القطعة صديقي. يا حبيبي يعني انت تدخل معرض موبيليا تشتري تكوى. أنت من قلت. ماشي، ما هو مش دي اللي تدخلك السحب. لا ولا هذه صديقي. خد غرفه ولا هذه. أرجوك يا عم عايز أرجوك أي شيء مجاني. بيزقوا عليا يا عم ادم الحق. انا بقول لك اكل السحت بيموت الدود. صوتك عشان الناس في المعرض. حسن ولكن عايز تعطيني شيئا مجاني. هديك اللي انت عايزه بس وطي صوتك هتدمرني. مهتم جدا بالتفاصيل والكواليتي، وان انا اسلم العميل حاجه هو يفرح جدا بيها ويتفاجئ كمان ان هو اشترى بالسعر ده. هذه تجعلني أشعر بالاسترخاء. يا إلهي. بص الجانب الداخلي عامل ازاي. انت قلت لي عايز تاخد تكوى، ما ينفعش، انا تعبان. ثواني بس، دي حاجه. الحاجه التانيه يا حبيبنا العرض اللي انت مش عارف اقوله لك لان انت اخدني وش من ساعه ما جيت. عايز اقول لك العرض مش عارف. انت لو اشتريت 3 غرف هتاخد ركن هديه، ولو اشتريت 4 تاخد انتريه هديه. ايه رايك؟ يا إلهي. انما ببلاش، مفيش في غيث حاجه ببلاش. يا إلهي. عامل لي تحت كده اهو، عامل لي مبرقني وبعمل لي ازاي. يا أخي حرام عليك بقى. وانت حد زقك عليا؟ مين تستشلقني. المنافس اللي بعتك؟ ده كوبري عبد الرازق السنهوري اللي هو قطع مكرم عبيد كده. اهم حاجه في شغله المولد عشان ده اساس معمر، لازم تطلب حد تلاقيه بيرد عليك. خدمة ما بعد البيع. تفولو أب متابعيك. أيوة. تفولو أب عملائك. ايوه انا اصلا بحبك اصلا. الله يحفظك صديقي. صديق عزيز والله يا عم. بغض النظر عن ان انا فرحان ان انا شفتك النهارده، كنت ممكن وانت قاعد في بيتك تدخل على الويب سايت عندنا وتطلب اي قطعه تجيلك لحد عندك في البيت. حد هيرد عليك فاهم جدا وهيقول لك انت محتاج ايه بالظبط وهيتعامل معاك. عندما تأتون إلى هنا ما تريد أن تأخذه صديقي ستأخذه. لن يجبرك أحد لكي تأخذ شيئا لا تريد أن تأخذه. بالظبط. دي مثلا كنبه عايز تاخدها لوحدها ماشي، كرسي وكنبه ماشي، عايز تاخد كرسي كنبتين، عايز تاخد كنبه وكرسيين، كل حاجه متاحه. عايز تاخد ترابيزه بس. تفاصيل جميلة صديقي أنتم تكلفون واضح جدا صديقي ما شاء الله. اضاءه داخليه وفي ارتفاع الدولاب قد ايه للاخر. اذا اتيتم فاسالوا عن العروض المتاحه وستسعدون او ستسعدون. انت يا عم لخبطتني يا عم، انا كنت كويس. في غيث أصدقائي يفعلون عروض ولديهم أشياء كثيرة أصدقائي لم نصور إلا جزءا صغيرا منها أصدقائي، جزءا صغيرا. أشكرك بشدة صديقي. أحبك في الله. والله وأنا كمان. الله يحفظك صديقي. الله يحفظك.